لو قلت لك إن مصير مصر اتغير بالكامل في ساعات قليلة، وإن مجموعة من الضباط أغلب المصريين وقتها ما كانوش يعرفوا أساميهم قدروا ينهوا حكم استمر أكتر من 150 سنة، يمكن تفتكر إن الموضوع كان سهل، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. لأن قبل ساعات قليلة من التحرك كان في خطر حقيقي إن الخطة كلها تتكشف، وكان في ضباط ممكن يتحاكموا، وكان في ملك لسه على العرش، وجيش كامل محدش يعرف هيقف مع مين ولا مين هيكسب المعركة. وفي فجر 23 يوليو 1952 مصر دخلت واحدة من أخطر الليالي في تاريخها الحديث، ليلة انتهت بخروج الملك وبداية نظام جديد هيحكم البلد لعشرات السنين. لكن السؤال الحقيقي مش ازاي الملك فاروق ساب الحكم، السؤال هو ازاي مجموعة صغيرة من الضباط قدرت تسقط نظام حكم بدأ من أيام محمد علي واستمر يحكم مصر لأكتر من قرن ونص، وازاي التحرك بدأ داخل الجيش اتحول لحدث غير تاريخ دولة كاملة. قبل ما نبدأ، لو دي أول حلقة تشوفها في السلسلة يفضل نرجع للحلقة الأولى علشان تقدر تفهم التسلسل الكامل للأحداث. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مصر قبل يوليو 1952، عن الاحتلال البريطاني وحرب فلسطين وأزمة النظام الملكي والغضب اللي كان بيزيد جوه الجيش والشارع المصري. الحلقة موجودة دلوقتي، تقدر تشوفها فوق أو في صندوق الوصف، وتقدر كمان تلاقيها ضمن قائمة التشغيل مصر من الملكية إلى الجمهورية. أما النهاردة فاحنا هنعيش ساعة بساعة من ليلة 22 يوليو لحد 18 يونيو 1953، اليوم اللي اتولدت فيه الجمهورية المصرية رسميا. هنشوف ازاي بدأت الحركة ومين كان بيديرها في الظل، وايه دور محمد نجيب، وايه دور جمال عبد الناصر، وحقيقة علاقة الإخوان المسلمين بالضباط الأحرار، وهل كانت ثورة ولا انقلاب عسكري، وليه الجمهورية ما تعلنش عنها من أول يوم، وليه الملك فاروق ما قومش لآخر لحظة، وأخيرا ازاي انتهت عصر كامل وبدأ عصر جديد ما زالت مصر عايشة جزء كبير من آثاره لحد النهارده. أنا نور الدين، ودي الحلقة الثانية من سلسلة الجمهورية المصرية، قصة سقوط الملكية وولادة الجمهورية. شليلة واحدة ملك كان بيحكم مصر بقى خارجها، وجيش كان المفروض يحمي النظام هو نفسه اللي أسقطه. لكن الغريب إن اللي حصل ما كانش محسوم، لأن قبل ساعات من التنفيذ كانت الخطة كلها على وشك الانهيار. إزاي نجحت حركة كاد أصحابها يتقبض عليهم في تغيير تاريخ مصر بالكامل؟ الليلة اللي كان ممكن كل حاجة تبوظ فيها بعد سنين من الغضب جوه الجيش، وبعد شهور طويلة من الاجتماعات السرية والتخطيط والتجنيد والتنسيق بين عشرات الضباط، كان المفروض إن لحظة الحسم قربت. لكن أحيانا أخطر لحظة في أي عملية مش ساعة التنفيذ، أخطر لحظة هي الساعات اللي قبلها، لأن سر واحد بيتكشف أو معلومة واحدة توصل للشخص الغلط ممكن تضيع كل حاجة. وده تقريبا اللي حصل في يوليو 52. كانت أجهزة الدولة بدأت تحس إن في حاجات بتتحرك جوه الجيش، تقارير أمنية كانت بتوصل وشكوك كانت بتزيد، وأسماء بعض الضباط بدأت تظهر قدام القيادات العليا. وفي الوقت ده كان اللواء محمد نجيب بقى شخصية معروفة داخل الجيش، وكان عدد من الضباط الأحرار بقوا تحت المراقبة بشكل أو بآخر. لكن الضربة الحقيقية جت لما وصلت معلومات إن القيادة العسكرية ناوية تتحرك ضد بعض الضباط المشتبه فيهم، وبدأت تظهر مؤشرات إن في اعتقالات ممكن تحصل في أي لحظة. هنا فهم جمال عبد الناصر ورفاقه إن الوقت بيجري ضدهم، ولو استنوا أكتر ممكن يصحوا الصبح يلاقوا التنظيم كله اتفكك. وبدأت المناقشات العاجلة، هنعمل إيه؟ نكمل ولا نأجل ولا نلغي العملية كلها؟ لكن القرار اللي اتاخد كان أخطر من كده، بدل ما يتم التأجيل تم تقديم موعد التحرك بالكامل. بمعنى أبسط، الضباط الأحرار اضطروا يبدأوا العملية قبل الميعاد اللي كانوا مخططين له، وده كان قرار مليان مخاطرة، لأن في بعض الوحدات ما كانتش استلمت التعليمات النهائية، وبعض الضباط ما كانوش وصلوا أماكنهم، وأي خطأ بسيط كان ممكن يسيب كارثة. ورغم كده ما كانش قدامهم خيار تاني. في الساعات الأخيرة قبل التحرك انعقد آخر اجتماع مهم للقيادة، اجتماع قصير لكن يمكن يكون من أهم الاجتماعات في تاريخ مصر الحديث. اتراجعت الخطة للمرة الأخيرة، وتوزعت المهام، وتحدد مين هيتحرك فين، ومين هيسيطر على أي موقع، ومين هيتولى الاتصال بباقي الوحدات، ومين هيتعامل مع أي طوارئ ممكن تحصل. وفي قلب المشهد كان جمال عبد الناصر اللي قاد التنظيم من ورا الستارة لسنوات. عبد الناصر وقتها ما كانش أشهر شخصية في المجموعة ولا كان أعلى رتبة، لكن معظم الشهادات التاريخية بتعتبره العقل التنظيمي الأساسي للحركة. هو اللي كان بيربط الضباط ببعض، هو اللي كان بيتابع التفاصيل، هو اللي كان شايل عبء التخطيط اليومي. لكن رغم ده كله عبد الناصر كان عارف إن نجاح الحركة محتاج اسم أكبر، اسم يحظى باحترام الجيش، واسم يقدر يجمع الضباط حواليه. وعشان كده كان وجود اللواء محمد نجيب عنصر أساسي في الخطة. محمد نجيب كان بطل حرب فلسطين وصاحب شعبية كبيرة، وكان بالنسبة لكتير من الضباط الوجه المناسب لقيادة الحركة أمام الجيش والشعب. أما الراجل اللي هيبقى ليه دور حاسم في الساعات القادمة فكان يوسف صديق، ضابط ربما ما كانش الأشهر في الضباط الأحرار، لكن الساعات اللي جاية هتخليه واحد من أهم الشخصيات في ليلة 23 يوليو كلها. لأن أحيانا التاريخ بيتغير بقرار واحد أو بتحرك واحد أو حتى بوصول شخص في الوقت المناسب. في الوقت ده كانت القاهرة نايمة، الملك فاروق مازال في قصره، معظم المصريين ما عندهمش أي فكرة إن الساعات اللي جاية هتغير شكل البلد بالكامل. لكن خلف الأبواب المغلقة كانت عقارب الساعة بتقرب من لحظة الحسم، وكل دقيقة بتمر كانت بتقرب مصر من نهاية عصر كامل وبداية عصر جديد. لكن السؤال اللي لسه مطروح، هل كانت الحركة هتنجح فعلا ولا كانت
كانت على بعد ساعات قليلة من الفشل قبل ما تبدأ. في آخر الفصل اللي فات سيبنا يوسف صديق وهو بيستعد للتحرك، لكن اللي ما كانش حد يعرفه وقتها إن قرار واحد من يوسف صديق هيبقى من أهم القرارات في ليلة 23 يوليو كلها. في الساعات الأولى من فجر 23 يوليو 1952 بدأت وحدات الجيش التابعة لضباط الأحرار تتحرك من مواقع مختلفة في القاهرة. الخطة كانت معقدة والوقت كان ضيق، وأي تأخير أو ارتباك كان ممكن يدي الفرصة للقيادة العسكرية إنها تستوعب اللي بيحصل وترد بسرعة. لكن حصلت حاجات غير متوقعة. بحسب عدد من الروايات التاريخية وصلت معلومات ليوسف صديق إن موعد القبض على ضباط الأحرار بقى قريب جدا، وإن الانتظار ممكن يؤدي لانكشاف الحركة بالكامل. هنا اتخذ قرار سريع وتحرك بقوته قبل الموعد المحدد في بعض الخطط. قرار ما كانش متفق عليه بالكامل، لكن تأثيره هيظهر بعد دقائق. بينما كانت بعض الوحدات لسه في الطريق، كان يوسف صديق بيتجه ناحية مقر القيادة العامة للجيش، الهدف الأهم في العملية كلها، لأن السيطرة على القيادة العامة معناها السيطرة على مراكز اتخاذ القرار. ولو القيادة فضلت في إيد القيادة الموالين للنظام فممكن يصدروا أوامر بإحباط الحركة خلال دقائق. عشان كده كان السباق مع الزمن بدأ. في الوقت نفسه كانت وحدات تانية بتتحرك للسيطرة على مواقع حيوية داخل القاهرة، مقر عسكرية ومراكز اتصال ونقاط مهمة تضمن إن الأوامر تفضل في إيد الضباط الأحرار. وفي الخلفية كان جمال عبد الناصر بيتابع تنفيذ الخطة لحظة بلحظة، مش من مكتب قيادة ولا من غرفة عمليات ضخمة، لكن من وسط شبكة من الضباط والاتصالات المباشرة. كل دقيقة كانت بتفرق، كل تقرير كان ممكن يغير مسار الأحداث. أما عبد الحكيم عامر فكان من أبرز القيادات المشاركة في إدارة التحركات العسكرية وبيتابع تنفيذ الأوامر والتنسيق بين الوحدات المختلفة، في حين كان زكريا محي الدين مسؤول عن جانب مهم من العمليات الأمنية، خصوصا ما يتعلق بالسيطرة على الشخصيات المستهدفة ومنع أي رد فعل مضاد. لكن أخطر جزء في الخطة كان لسه ما حصلش، القبض على كبار القيادات، لأن أغلب قادة الجيش وقتها كانوا موجودين في اجتماع داخل مقر القيادة، ولو قدروا يخرجوا أو يتواصلوا مع الوحدات التابعة ليهم كان ممكن الوضع ينقلب بالكامل. وهنا ظهر تأثير تحرك يوسف صديق المبكر. لما وصلت قواته إلى المقر القيادة العامة تمت السيطرة على المكان وتم القبض على عدد من كبار القادة العسكريين الموجودين هناك، وبدأ ميزان القوة يتغير بسرعة. كل دقيقة كانت بتمر كانت بتسحب السلطة من القيادة القديمة وتحطها في إيد الضباط الأحرار. والمفاجأة إن معظم العمليات تمت بسرعة أكبر من المتوقع. مفيش معركة واسعة، مفيش اشتباكات كبيرة، مفيش مقاومة منظمة قادرة توقف التحركات، وده كان سبب رئيسي في نجاح الحركة خلال الساعات الأولى. وفي الوقت اللي كانت القاهرة فيه لسه نايمة تماما كان قيادة الجيش المصرية تتغير بالكامل. ومع شروق الشمس بدأت الأخبار تنتشر داخل المعسكرات، قيادات اتقبض عليها ووحدات تحت سيطرة الضباط الأحرار ومراكز حساسة خرجت من إيد النظام القديم. لكن كان لسه في تحدي أخطر، لأن السيطرة العسكرية الواحدة ما كانتش كفاية، لازم الشعب يعرف ولازم الجيش كله يعرف ولازم الدولة كلها تعرف إن في سلطة جديدة بتتكلم باسم القوات المسلحة. وكان في شخص واحد هيقعد بعد ساعات قليلة قدام ميكروفون الإذاعة عشان يقرأ كلمات هيسمعها ملايين المصريين. الشخص ده اسمه أنور السادات. ومن هنا هنوصل للحظة اللي سمعتها مصر كلها، لحظة البيان الأول، البيان اللي أعلن بداية مرحلة جديدة من تاريخ البلد كلها. لكن قبل ما نكمل هيفضل السؤال المهم، إزاي قيادة الجيش بالكامل تقريبا وقعت في ساعات قليلة من غير ما تقدر توقف الحركة؟ الساعة كانت بتقرب من الساعة 7:30 صباحا يوم 23 يوليو 52، ومعظم المصريين كانوا لسه ما يعرفوش إن البلد اتغيرت بالفعل، والناس كانت بتصحى تروح شغلها وأصحاب المحلات بتفتح أبوابها والشوارع بتبتدي تستقبل يوم جديد عادي خالص. لكن أماكن تانية كانت السلطة القديمة بتنهار وقيادة الجيش اتقبض على عدد كبير منها، والضباط الأحرار بقوا مسيطرين على أهم المواقع العسكرية. لكن كان لسه ناقص أهم خطوة، إن مصر كلها تعرف، لأن أي حركة عسكرية مهما كانت ناجحة ممكن تنهار لو الناس ما فهمتش إيه اللي بيحصل، وممكن تواجه مقاومة لو الرسالة ما وصلتش بشكل واضح. عشان كده كان لازم يبقى فيه بيان، بس بيان يشرح للجيش وللشعب وللعالم إيه اللي حصل. وهنا جت لحظة الراديو، الوسيلة الأقوى والأسرع في مصر وقتها. ملايين المصريين كانوا بيتابعوا الأخبار من خلاله، وأي كلمة تخرج منه كان ليها تأثير ضخم. وفي استوديو الإذاعة جلس ضابط شاب قدام الميكروفون اسمه أنور السادات. يمكن وقتها ما كانش حد يتوقع ان الراجل ده هيبقى رئيس جمهورية بعد سنين، لكن في صباح 23 يوليو كان مكلف بمهمة تاريخية، قراءة أول بيان باسم حركة الضباط الأحرار. ومن هنا ومع بداية الإرسال وصل الصوت لكل بيت تقريبا، صوت هادي، لكن الكلمات اللي بتتقال كانت كفيلة انها تهز النظام كله. مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم
ولا بدأ البيان بالكلام عن الأوضاع اللي وصل إليها البلاد، وعن الفساد، وعن الهزيمة في فلسطين، وعن تراجع كفاءة الجيش، وعن استغلال النفوذ داخل مؤسسات الدولة. وكان الهدف واضح: إقناع المصريين اللي بيحصل مش مجرد صراع على السلطة، لكن محاولة لإنقاذ البلد من أزمة كبيرة. ولو بصينا للبيان النهارده هنلاحظ حاجة مهمة جدا: إن ما قالش إن الملك فاروق اتعزل، ولا أعلن إسقاط الملكية، ولا حتى استخدم كلمة ثورة. ده بيطرح سؤال مهم: لو الضباط كانوا بالفعل سيطروا على الجيش، ليه ما أعلنوش نهاية الملكية فورا؟ الحقيقة إن الوضع وقتها كان أعقد من كده بكتير. الضباط الأحرار كانوا عارفين إن نجاح الساعات الأولى ما يضمنش نجاح العملية كلها. لسه في قصر ملكي، ولسه في قوة سياسية، ولسه في بريطانيا اللي كانت وقتها موجودة في منطقة قناة السويس وعندها قوات متميزة هناك، ولسه في احتمال لرد فعل داخلي أو خارجي. عشان كده كان في حرص شديد إن التحركات تظهر في البداية كأنها حركة إصلاح داخل الجيش، مش انقلاب شامل على نظام الحكم ولا ثورة سياسية كاملة. وده بيفسر ليه البيان ركز على تطهير الجيش وعلى محاربة الفساد أكتر ما ركز على تغيير شكل الدولة نفسها. تأس حركة الجيش المباركة كان متداول أكتر في الأيام الأولى، أما كلمة ثورة يوليو فما اتشهرش بشكل أكبر غير بعد كده بفترة. لكن السؤال الأهم: ليه ما اتأعلنش للجمهورية؟ وليه فضل الملك فاروق موجود على العرش بعد 23 يوليو؟ الإجابة ببساطة إن الضباط كانوا بيتحركوا خطوة خطوة، ما كانوش عايزين يفتحوا كل الجبهات مرة واحدة. كانوا محتاجين يثبتوا سيطرتهم على الجيش الأول، ويضمنوا هدوء الشارع، ويشوفوا رد فعل القوى السياسية المختلفة، وبعدين يقرروا الخطوة اللي بعدها. عشان كده بعد إذاعة البيان ما صحناش لقينا جمهورية، ما صحناش لقينا رئيس جديد، بل على العكس، فاروق صدر رسميا ملك لمصر على الأقل في تلك اللحظة. لكن الحقيقة كانت مختلفة، لأن السلطة الحقيقية بدأت تتنقل تدريجيا من الأصل إلى مجموعة الضباط اللي سيطروا على الجيش. ومع مرور الساعات بدأوا المصريين يدركوا إن اللي بيحصل أكبر بكتير من مجرد تغيير قيادات عسكرية، وإن البلد دخلت مرحلة جديدة بالكامل، مرحلة ما حدش يعرف وقتها هتنتهي على إيه، ولا مين هيخرج منها منتصر، ولا مين هيخسر كل حاجة. لكن كان في طرف مهم جدا لسه ما اتكلمش: الملك نفسه، الراجل اللي استيقظ ليجد ان الجيش اللي بيفترض انه بيحمي عرشه اصبح في يد رجال اخرين. ازاي يستقبل القصر الملك الخبر؟ وايه اول رد فعل للملك؟ وهل كان يقدر يوقف اللي بيحصل؟ قبل ما نعرف الاجابة هيبقى السؤال الاهم: هل اللي حصل يوم 23 كان مجرد حركة اصلاح جوه الجيش، ولا كانت بداية ثورة كاملة غيرت تاريخ مصر؟ بعد ما البيان الاول اتذاع، وبعد ما الجيش بدأ يدخل تحت سيطرة الضباط الاحرار، ظهر السؤال لسه بيتكرر لحد النهارده: هل الاخوان المسلمين كانوا شركاء في ثورة يوليو، ولا كانوا مجرد مؤيدين ليها بعد ما نجحت؟ الإجابة مش بسيطة، لأن العلاقة بين الضباط الأحرار والإخوان بدأت قبل 23 يوليو بسنين. لو رجعنا لأواخر الأربعينيات هنلاقي إن مصر كانت مليانة تيارات سياسية مختلفة: الوفد والشيوعيين والتنظيمات السرية والإخوان المسلمين والجيش نفسه. كان في ضباط كتير شايفين إن البلد محتاجة تغيير. في الوقت ده كان في اسم مهم جدا قلما يتكلم عنه الناس، وهو محمود لبيب. محمود لبيب كان ضابط سابق، بعد خروجه من الجيش بقى من الشخصيات المؤثرة داخل جماعة الإخوان المسلمين، وبحسب عدد من الشهادات التاريخية كان عنده اهتمام خاص بالتواصل مع الضباط الشباب داخل القوات المسلحة. الفكرة كانت إن الجيش مؤسسة قوية، وأي تغيير كبير في مصر صعب يحصل من غير دور العسكريين، وعشان كده بدأت تظهر علاقات واتصالات بين بعض الضباط اللي كانوا شاخطين على الأوضاع بين شخصيات مرتبطة بالإخوان. وهنا لازم نوضح نقطة مهمة جدا: مش معنى إن بعض الضباط كان ليهم علاقة بالإخوان إن تنظيم ضباط الأحرار كان تنظيم إخواني، لأن معظم الروايات التاريخية بتقول إن التنظيم ضم ضباط من اتجاهات مختلفة، فيهم المتدين وفيهم القومي وفيهم اللي ما كانش منتمي لأي تنظيم سياسي آسم. لكن المؤكد إن في ضباط بالفعل كانت ليهم صلات سابقة بالإخوان أو تعاطف معاهم بدرجات مختلفة. ومن أبرز الأسماء اللي دايما بتتذكر في الموضوع ده جمال عبد الناصر نفسه. عبد الناصر في شبابه كان ليه اتصالات وعلاقات مع أطراف سياسية متعددة، والإخوان كانوا واحد من الأطراف دي. لكن الخلاف بين المؤرخين بيبدأ من هنا. في رواية بتقول إن الإخوان لعبوا دور مهم في دعم الضباط الأحرار قبل الثورة، وساعدوا في توفير شبكة علاقات واتصالات. وفي روايات تانية بتقول إن الضباط الأحرار كانوا تنظيم مستقل تماما، وإن علاقته بالإخوان كانت مجرد تقاطع مصالح في مرحلة معينة. ولما نيجي يوم 23 نفسه هنلاقي إن الجماعة استقبلت الحركة بتأييد واضح من بدايتها. الإخوان شافوا إن الضباط بيتكلموا عن محاربة الفساد وتطهير الجيش وإنهاء النفوذ القديم، ودي أهداف كانت قريبة من مطالب كتير كانت مطروحة وقتها. وعشان كده حصل نوع من الدعم السياسي والإعلامي للحركة في أيامها الأولى. لكن في اسم تاني مهم جدا في القصة، وهو سيد قطب. سيد قطب كان وقتها ما كانش مجرد كاتب عادي، كان مفكر معروف وليه تأثير فكري واضح. في البداية رحب بالثورة بشكل ملحوظ وكتب كلام إيجابي عنها وعن فكرة التغيير اللي حصل في مصر. بعض الناس بتقول إن سيد قطب كان من صناع فكر الثورة، وبعض الناس بتقول إن تأثيره كان فكري وإعلامي أكتر منه تنظيم. لكن المصادر التاريخية ما بتقدمش دليل قاطع على إنه كان عضو في تنظيم الضباط الأحرار نفسه، وده فرق مهم لازم يتقال بوضوح. هنا بقى نوصل لأكبر نقطة جدل: هل الإخوان كانوا شركاء في الثورة ولا مجرد داعمين ليها؟ أنصار الرواية الأولى بيقولوا إن الجماعة كان لها دور في
التواصل مع بعض الضباط، وان وجود شخصيات زي محمود لبيب يثبت ان في تعاون سابق على ثورة يوليو. اما انصار الرواية التانية فبيقولوا ان القرار النهائي والتنظيم العسكري وخطة التحرك والسيطرة على الجيش كانت كلها في ايد الضباط الاحرار انفسهم بس، وان الاخوان دعموا الحركة بعد ما ظهرت فرص نجاحها. والحقيقة التاريخية الاكبر للتوازن ان في علاقة وتواصل بالفعل بين بعض الضباط والاخوان قبل الثورة، لكن حجم التأثير الحقيقي للجماعة على قرار قيام حركة 23 يوليو ما زال محل نقاش بين المؤرخين لحد النهارده. يعني باختصار في تواصل، في دعم في البداية، في شخصيات من الإخوان كانت قريبة من بعض الضباط برضو. هل كانت الثورة مشروع إخوانيا كاملا؟ أغلب الدراسات التاريخية ما بتقولش كده. هل كانت العلاقة بين الطرفين قوية في البداية بشكل واضح؟ نعم، لكن الغريب إن التحالف اللي بدأ بالتأييد والتعاون ما استمرش كتير، لأن بعد شهور قليلة بدأت الخلافات تظهر. مين يحكم؟ مين يحدد شكل الدولة؟ وإيه حدود دور الجماعات السياسية؟ وهل السلطة الجديدة هتكون مدنية ولا عسكرية ولا دينية؟ أسئلة هتتحول بعد كده لصراع عنيف بين مجلس قيادة الثورة والإخوان، صراع هيغير مصير الطرفين بشكل مختلف. لكن قبل ما الصراع يبدأ كان في راجل في قصره بيحاول يفهم ايه اللي بيحصل حواليه، راجل اسمه الملك فاروق، الراجل اللي استيقظ علشان يلاقي ان الجيش اللي كان بيمثل عماد سلطته ده في ايد ضباط تانيين. فازاي يستقبل القصر الملكي الاخبار دي؟ وهل كان قدام فاروق فرصة حقيقية يقاوم؟ ده اللي هنشوفه في الفصل اللي جاي. في صباح 23 يوليو كان في ملايين الناس بيسمعوا البيان في الراديو، لكن في راجل واحد بيسمعه وهو عارف ان الكلام ده ممكن يكون بداية نهاية حكمه، الملك فاروق. ومن هنا تبدأ مواجهة القصر في الواقع الجديد. كانت الأخبار بتوصل بشكل مختلف داخل القصر، كان في ارتباك واتصالات مستمرة ومحاولات لفهم اللي بيحصل بالظبط. في الساعات الأولى ما كانش حد في القصر عنده صورة كاملة، والتقارير كانت متضاربة، بعضها بيتكلم عن حركة محدودة جوه الجيش، وبعضها بيتكلم عن تمرد أوسع، وبعضها بيؤكد إن قيادات عسكرية مهمة اتقبض عليها بالفعل. ومع وصول الأخبار بشكل متتابع بدأت الحقيقة تبان. الضباط الأحرار مش مجرد مجموعة معترضة، واللي بيحصل مش أزمة عابرة، دي حركة منظمة وقدرت تسيطر على أجزاء كبيرة من الجيش. وبدأ السؤال الأخطر يظهر قدام الملك فاروق، إيه اللي فاضل في إيده دلوقتي؟ الحقيقة إن فاروق ما كانش جاهل بالأزمة اللي البلد عايشاها من سنين، وهو شايف الغضب بيزيد، شايف الانتقادات، شايف تراجع شعبيته، وشايف تأثير هزيمة فلسطين على صورة النظام. لكن زي كتير من الحكام عبر التاريخ كان في فرق بين معرفة وجود أزمة ومعرفة إن النهاية قرب. في صباح 23 يوليو بدأ فاروق يدرك إن الموقف أخطر بكتير مما كان متخيل. الملك حاول يجمع المعلومات من وراء الحركة، قد إيه حجمها، مين مسيطر على الجيش، وهل ما زالت في وحدات ممكن تتحرك لصالحه. لكن مع مرور الوقت كانت الإجابة بتبقى أسوأ. كل تقرير جديد كان بيأكد إن الضباط الأحرار بيوسعوا سيطرتهم، وإن القيادة العسكرية القديمة فقدت قدرتها على إدارة الموقف تماما. والأهم إن الحركة نجحت في تجنب المواجهة العسكرية الواسعة، وده حرم القصر من فرصة استخدام الجيش ضدها. وفي الوقت ده بدأت الاتصالات بين ممثلي القصر والضباط الأحرار، كل طرف بيحاول يفهم نوايا الطرف الثاني. هل هدفهم إصلاحات محدودة؟ هل عايزين تغيير حكومة؟ هل عايزين تنازلات سياسية؟ ولا الهدف أكبر من كده؟ واللافت إن الضباط في البداية ما أعلنوش إسقاط الملك، وده خلى الباب مفتوح للمفاوضات على الأقل نظريا. لكن الواقع كان بيتغير بسرعة، لأن السلطة الحقيقية على الأرض كانت بتتحول تدريجيا للضباط، ومع كل ساعة بتمر كان موقف القصر بيضعف أكتر. ورغم كده كان في محاولات لاحتواء الأزمة، محاولات لإيجاد مخرج سياسي، محاولات للحفاظ على النظام الملكي بشكل أو بآخر. بعض المقربين من الملك كانوا شايفين إن التهدئة أفضل من المواجهة، وإن أي صدام مباشر مع الجيش ممكن يودي الكارثة، خصوصا إن ولاء القوات المسلحة بقى محل شك. لكن السؤال اللي بيتكرر كتير لحد النهارده، هل كان الملك فاروق يقدر يقاوم فعلا؟ نظريا كان لسه ملك مصر، كان لسه في مؤسسات رسمية قايمة، كان لسه في شخصيات موالية للنظام. لكن عمليا الوضع كان مختلف، لأن أهم عنصر في أي مواجهة في النوع ده هي القوة المسلحة، والقوة المسلحة كانت بتتحرك بسرعة ناحية الضباط الأحرار. وفوق ده كله ما كانش في استعداد واضح لحرب أهلية أو مواجهة واسعة داخل الجيش، وده خلى خيارات الملك محدودة جدا. ومع مرور الساعات بدأ فاروق يستوعب إن الأزمة مش مجرد تمرد مؤقت، وإن المسألة بقت تتعلق بمستقبل العرش نفسه. هل هيقدر يحتفظ بالحكم؟ هل يقدر يفرض شروطه؟ هل يقدر يكسب وقت؟ ولا إن النهاية أصبحت مسألة وقت فقط؟ في الأيام اللي بعد كده هتتضح الإجابة أكتر، لأن الضباط الأحرار مش هيكتفوا بالسيطرة على الجيش، هيبدأوا يوجهوا إنذار مباشر للملك، إنذار هيضعوا أمام اختيار صعب، إما الرحيل أو مواجهة مجهولة النتائج. ومن هنا هنقترب من اللحظة اللي انتهى فيها حكم أسرة محمد علي، الأسرة اللي حكمت مصر من سنة 1805 لأكتر من 150 سنة. لكن قبل ما نوصل للنهاية هيفضل السؤال، هل كان قدام الملك فاروق فرصة حقيقية للمقاومة، ولا كانت المعركة اتحسمت من أول ساعات يوم 23 يوليو؟ بعد أيام من التوتر والمفاوضات وحالة الترقب اللي كانت مسيطرة على مصر كلها،
بقى واضح ان الازمه دخلت مرحله جديده، مبقاش الكلام عن تغيير حكومه ولا اقاله وزير ولا حتى اصلاحات جوه الجيش، المره دي بقى الكلام على العرش نفسه، عن الملك فاروق وعن مستقبل الاسره اللي حكمت مصر من سنه 1805 من ايام محمد علي لحد صيف 1952. اسره حكمت حوالي 148 سنه، شهدت خلالها حروب، مشروعات ضخمه، تغيرات سياسيه كبيره، لكن دلوقتي كانت بتواجه اخطر لحظه في تاريخها. في الايام اللي تلت حركه 23 يوليو استمرت الاتصالات بين القصر والضباط الاحرار، لكن ميزان القوه كان بيتغير كل يوم، ومع كل ساعه كانت بتمر كان نفوذ مجلس قياده الثوره بيزيد، في المقابل كانت خيارات الملك بتقل، لحد ما وصل الامر للحظه الحاسمه. الضباط الاحرار قدموا مطالبهم بشكل واضح، واصبح مطلوب من الملك فاروق انه يتنازل عن العرش ويغادر البلاد. معنى اوضح، المعركه انتهت، والقرار المطلوب دلوقتي هو الشكل النهائي. هل هتكون نهايه هاديه ولا مواجهه مفتوحه؟ وفي قصر الراس التين بالاسكندريه كان فاروق بيتابع التطورات الاخيره، بدا يدرك ان فرصته في الاحتفاظ بالحكم تقريبا انتهى، ومع الضغط المتزايد تم اعداد الوثيقه الاهم في تلك الايام، وثيقه التنازل عن العرش، الوثيقه اللي انهت رسميا حكم الملك فاروق. لكن المثير للاهتمام ان الوثيقه ما اعلنتش نهايه الملكيه، وده شيء ناس كتير ما بتاخدش بالها منه، لان اللي حصل وقتها ان فاروق ما تنزلش عن العرش لصالح الجمهوريه، هو تنازل عن العرش لصالح ابنه الامير احمد فؤاد، الطفل اللي كان عمره وقتها 6 شهور بس، واللي أصبح رسميا الملك أحمد فؤاد الثاني. وبكده من الناحية القانونية كانت مصر لسه مملكة، وكان لسه في ملك على العرش حتى لو كان رضيع، لكن طبعا طفل عمره شهور قليلة ما يقدرش يحكم دولة، وعشان كده تم تشكيل ما عرف باسم مجلس الوصاية، مجلس يتولى ممارسة سلطات الملك مؤقتا لحد ما يبلغ السن القانوني. وعلى الورق كان النظام الملكي مازال قايم، وكان في ملك وفي مجلس وصاية وفي مؤسسات دولة، لكن على أرض الواقع كانت السلطة الحقيقية اتنقلت بالفعل إلى مجلس قيادة الثورة. وده ياخدنا لسؤال مهم جدا، لو الضباط نجحوا يسيطروا على الجيش واجبروا الملك عن التنازل عن العرش، ليه ما اعلنوش الجمهوريه فورا؟ الحقيقه ان في اكتر من سبب، اولهم ان الضباط كانوا بيتعاملوا بحذر شديد، لانهم ما كانوش عاوزين يصطدموا بمؤسسات الدوله كلها مره واحده، ولا يفتحوا صراع سياسي واسع في لحظه لسه الامور فيها غير مستقره. تاني حاجه، كان في اهتمام بالحفاظ على شكل قانوني للانتقال، بحيث يظهر ان التغيير بيتم بشكل منظم مش مجرد قفزه مفاجئه في مجهول. وتالت حاجه ويمكن هي دي الاهم، ان مستقبل النظام الجديد نفسه ما كانش اتحدد بالكامل وقتها. يعني سؤال، هل مصر هتفضل ملكيه دستوريه بشكل جديد ولا هتبقى جمهوريه؟ ما كانش محسوم بشكل نهائي في الايام الاولى، وعشان كده فضلت الملكيه قائمه رسميا لفتره انتقاليه، في حين كانت السلطه الفعليه في مكان تاني تماما. لكن مهما كانت الاسباب، فالحقيقه الواضحه كانت ان عصر كامل انتهى، والاول مره من عهد محمد علي يغادر حاكم من الاسره الحاكمه المشهد بهذه الطريقه، والاول مره يصبح مسير الملكيه نفسها محل سؤال. في الايام اللي بعد كده هتيجي اللحظه الاكثر رمزيه في القصه كلها، اللحظه اللي هيقف فيها الملك السابق على رصيف المينا ويبص على مصر للمره الاخيره قبل ما يطلع إلى اليخت الملكي، ويبدأ رحلة بلا عودة، رحلة هتنهي فصل كامل من تاريخ مصر وتبدأ فصل جديد. لكن قبل ما نوصل للحظة دي يفضل السؤال اللي لسه مفتوح، ليه الضباط ما أعلنوش الجمهورية فورا رغم إنهم كانوا عمليا سيطروا على الدولة كلها؟ في صباح 26 يوليو 52 كانت مصر على موعد مع مشهد محدش كان يتخيله قبل أيام قليلة. ملك كان بيحكم البلاد من فوق عرشه أصبح بيجهز نفسه عشان يسيبها كلها ويمشي. بعد المفاوضات وبعد التنازل عن العرش، وبعد ما بقى واضح ان السلطه اتنقلت فعليا للضباط الاحرار، جه وقت الرحيل اللي واجهه قصر الراس التين في الاسكندريه، القصر اللي شهد لحظات مهمه كتير في تاريخ الاسره العلويه، واللي هيشهد دلوقتي اخر فصل في حكمها. الساعات الاخيره قبل المغادره كانت الاجواء مختلفه تماما، حراسه مشدده وترقب وتوتر، والكل مستني اللحظه اللي هتنتهي فيها واحده من اطول فترات الحكم في تاريخ مصر الحديث. في القصر كان فاروق بيجهز نفسه للرحيل، الراجل اللي اتولى امير وكبر ملك وبقى واحد من اشهر حكام المنطقه، كان دلوقتي بيجمع اخر متعلقات استعدادا لمغادره البلاد. يمكن وقتها ما كانش يعرف ان عمره ما هيرجع يحكم مصر تاني، ويمكن كان لسه عنده امل ان الظروف تتغير يوم من الايام، لكن الواقع كان بيقول حاجه تانية خالص. في الخارج بدات الانظار تتجه ناحيه المينا، لان هناك كان واقف اليخت الملكي الشهير المحروس، نفس اليخت اللي ارتبط باحداث كبيره في تاريخ مصر، اليخت نفسه اللي استخدمه حكام من اسره محمد علي عبر عقود طويله، وكان التاريخ ان اختار ان بدايه الحكايه ونهايتها يمروا من نفس المكان. ومع اقتراب موعد كبير خرج فاروق من قصر راس التين وسط اجراءات دقيقه وترتيبات متفق عليها بين القصر ومجلس قياده الثوره، وكان المشهد مليان رمزيه، مشهد ملك سابق بيمشي وسط ضباط الجيش اللي بقوا اصحاب السلطه الجديده. بعض الروايات بتذكر ان عدد من الضباط ادوا له التحيه العسكريه اثناء المغادره في محاوله للحفاظ على شكل من اشكال الاحترام الرسمي للحظه تاريخيه حساسه. ومع كل خطوه ناحيه المينا كان فصل كامل من تاريخ مصر بيقرب في نهايته. وصل فاروق ليخت المحروسه ووقف للحظات وبص حواليه بصه للمدينه
للمدينة وللبحر وللبلد اللي عاش فيها حياته كلها، البلد اللي كان الملك لحد أيام قليلة فاتت. مفيش حد يقدر يعرف بالظبط هو كان بيفكر ايه في الوقت ده. هل كان بيفكر في اخطائه؟ هل كان بيفكر في الفرص اللي ضاعت؟ هل كان بيفكر في النهايه السريعه ما كانش يتوقعها؟ ولا كان مجرد بيحاول يستوعب اللي حصل؟ اسئله كتير، لكن الاجابات الحقيقيه فضلت معاه هو لوحده. ومع تحرك اليخت ببطء بعيدا عن الشاطئ بدات المسافه تكبر بين فاروق وبين مصر. كل متر كان بيبعده عن العرش وعن السلطه وعن مرحله كامله من حياته. وبالنسبه لكتير من المصريين كانت اللحظه دي اعلانا فعليا لانتهاء العصر الملكي، حتى لو الملكيه كانت لسه موجوده رسميا على الورق. اما فاروق فبدأ حياة جديدة بعيدة عن مصر. في البداية استقر في إيطاليا وعاش سنوات في المنفى متنقلا من أكثر من مكان، بعيد عن الأصول، بعيد عن السلطة، بعيد عن الأضواء اللي كانت محيطة بيه وهو ملك. ومع مرور السنين أصبح الملك السابق خبرا من أخبار الماضي وشخصا مرتبطا بفترة انتهى. وفي سنة 1965 توفى الملك فاروق في روما بإيطاليا، بعيدا عن البلاد اللي حكمها. لكن سواء اتفق الناس معاه أو اختلفوا عليه فضل واحد من أكثر الشخصيات تأثيرا وجدلا في تاريخ مصر الحديث. ومع مغادرة الملك فاروق كانت القصة انتهت. ملك رحل وعرش سقط وجيش سيطر على الدولة. لكن الحقيقة ان الجدل الحقيقي كان لسه في اوله، لان المصريين والمؤرخين لحد النهاردة ما زالوا مختلفين حول سؤال مهم جدا، السؤال اللي هنناقشه في الفصل اللي جاي. هل اللي حصل في يوليو 52 كان ثورة فعلا ولا كان انقلاب عسكري؟ بعد ما الملك غادر مصر وبعد ما الضباط الاحرار بقوا اصحاب السلطة الفعلية للبلاد بدأ سؤال جديد يظهر، سؤال ما زال بيتكرر لحد النهاردة في الكتب وفي الجامعات وفي البرامج الوثائقية وعلى صفحات التاريخ. السؤال ببساطة هو اللي حصل في 23 يوليو 52 بالظبط، هل كان ثورة ولا كان انقلاب عسكري؟ الحقيقة ان الإجابة مش سهلة لأنها بتعتمد على زاوية النظر للأحداث. لكن قبل ما نسمع آراء المؤرخين لازم نفهم الأول الفرق بين المصطلحين. يعني ايه ثورة؟ بشكل عام الثورة هي تغيير جذري بيحصل في نظام الحكم أو شكل الدولة أو المجتمع، وغالبا بيكون مصحوب بتغيير سياسي واسع وأحيانا اقتصادي واجتماعي كمان. الثورة مش مجرد تغيير أشخاص لكن تغيير قواعد اللعبة نفسها، يعني نظام قديم بيقع ونظام جديد بيقوم مكانه. ومن أشهر الأمثلة في التاريخ الثورة الفرنسية سنة 89 والثورة الروسية سنة 17 وغيرها من الثورات اللي غيرت شكل بلادها بالكامل. طب يعني إيه انقلاب؟ الانقلاب العسكري عادة بيكون استيلاء مجموعة من العسكريين على السلطة عن طريق السيطرة على الجيش ومؤسسات الدولة، وفي الغالب بيتم بسرعة من غير مشاركة شعبية واسعة في لحظة التنفيذ. مجموعة محدودة من الضباط بيسيطر على مراكز القوة وتغير القيادة السياسية القائمة بسرعة. لو بصينا على ليلة 23 يوليو نفسها هنلاقي ان اللي اتحرك بالفعل كانوا ضباط الجيش، وان السيطرة تمت من خلال القوات المسلحة. وده اللي بيخلي بعض الباحثين والمؤرخين يصفوا اللي حصل بانه انقلاب عسكري. لكن الصورة ما بتقفش هنا، لان الاحداث ما انتهتش يوم 23 يوليو، بل بالعكس دي كانت مجرد البداية. لان خلال الشهور اللي بعدها بدأت تغيرات كبيرة تحصل في مصر. صدر قانون الإصلاح الزراعي وتغيرت خريطة ملكية الأرض، وبعدين اتحلت الأحزاب وتغير شكل النظام السياسي، وبعدها تم إلغاء الملكية نفسها وإعلان الجمهورية. ومع الوقت الدولة المصرية دخلت مرحلة مختلفة تماما عن اللي كانت عليه قبل يوليو. وده اللي بيخلي مؤرخين تانيين يقولوا حتى لو البداية كانت تحرك عسكري فالنتيجة اللي ترتب عليها كانت نتيجة ثورية بكل معنى الكلمة. ومن هنا ظهر الخلاف. رواية الضباط الأحرار كانوا بيعتبروا إن اللي عملوه ثورة مش بس لأنهم غيروا الحكم لكن لأنهم شايفين إنهم غيروا اتجاه الدولة كلها. من وجهة نظرهم ثورة يوليو أنهت نظام قديم وأعادت توزيع جزء من الثروة وأنهت النفوذ السياسي للطبقة الحاكمة القديمة وأعلنت الجمهورية بدل الملكية. وبالتالي فهم كانوا شايفين إن كلمة ثورة هي الوصف الأدق، وعشان كده اسم ثورة 23 يوليو بقى الاسم الرسمي المتداول داخل الدولة المصرية لعقود طويلة. رواية المعارضين على الجانب الثاني في معارضين ومؤرخين بيقولوا إن اللي حصل بدأ كحركة عسكرية خالص، وإن الشعب ما شاركش فيها بشكل مباشر في تنفيذها، ولا كان في حراك جمهوري واسع أسقط النظام لحظة وقوع الحادث. وبالتالي من وجهة نظرهم الوصف الأدق للبداية هو انقلاب عسكري. وبعضهم بيضيف إن التحولات اللي حصلت بعد كده لا تغير طبيعة الحدث الأصلي نفسه، يعني حتى لو حصلت إصلاحات كبيرة بعدين فده لا يلغي إن الوصول للسلطة تم عن طريق الجيش. رأي عدد كبير من المؤرخين. عشان كده هنلاقي بعض المؤرخين بيتعاملوا مع الموضوع بشكل أكتر تعقيدا، بيقولوا إن ثورة 23 يوليو بدأت كحركة عسكرية أو انقلاب عسكري من ناحية التنفيذ، لكنها تحولت مع الوقت إلى ثورة بسبب حجم التغيرات السياسية والاجتماعية اللي حصلت بعدها. وبالتالي بالنسبة لهم الوصف مش أبيض وأسود، ومش لازم يكون اختيار بين كلمتين فقط، لكن التاريخ أحيانا بيكون أكثر تعقيدا من الشعارات السياسية. سواء اعتبرناها ثورة أو اعتبرناها انقلاب ففي حقيقة صعب حد يختلف عليها، بأن يوم 23 يوليو سنة 52 كان نقطة تحول ضخم في تاريخ مصر. اليوم ده أنهى عصر الملكية وفتح الباب لقيام الجمهورية وغير شكل السلطة في البلد وأثر على حياة الملايين من المصريين لعقود طويلة. وده السبب إن الجدال مستمر لحد
لحد النهارده، مش لان الناس مختلفه على اهميه الحدث، لكن لانهم مختلفين على تفسيره. لكن في الوقت اللي كل المؤرخين بيناقشوا ثوره ولا انقلاب، كان الضباط الاحرار وقتها مشغولين بحاجه تانية خالص، مشغولين باعاده تشكيل الدوله نفسها، لان بعد رحيل الملك بدا انتهاء النظام الملكي عمليا، وبدات سنه كامله من القرارات والتغيرات، سنه هتعيد رسم شكل مصر الجديد. ويبقى السؤال، التاريخ بيشوف 23 يوليو ازاي؟ ثوره ولا انقلاب؟ ولا يمكن كانت حاجه جمعت بين الاثنين؟ من يوليو 52 لحد يونيو 53، بعد ما الملك فاروق غادر مصر وبعد ما العرش بقى رسميا من نصيب الطفل احمد فؤاد الثاني، كان في سؤال مهم بيدور في اذهان ناس كتير: هل الضباط الاحرار هيعتبروا مهمتهم انتهت، ولا هيسلموا السلطه لحكومه مدنيه ويرجعوا لوحدتهم العسكريه، ولا اللي حصل كان مجرد بدايه لمرحله اكبر؟ في الايام الاولى بعد 23 يوليو كان الخطاب الرسمي بيتكلم عن الاصلاح وتطهير الحياه السياسيه وبناء دوله، لكن مع مرور الوقت بقى واضح ان مجلس قياده الثوره مش مجرد جهه مؤقته لاداره الازمه، بالعكس كان بيتحول تدريجيا الى مركز السلطه الحقيقي في مصر. بعد نجاح حركه يوليو اتاسس مجلس قياده الثوره، وهي الهيئه اللي ضمت ابرز الضباط الاحرار اللي شاركوا في الحركه، وكان من بين اعضائها اسماء هتبقى من اهم الشخصيات في تاريخ مصر بعد كده، زي محمد نجيب وجمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، زكريا محي الدين، وانور السادات وغيرهم. وفي البدايه كان محمد نجيب هو الوجه الاشهر والاكثر حضورا قدام الراي العام بسبب رتبته العسكريه الكبيره وشعبيته داخل الجيش، لكن خلف الكواليس كان نفوذ جمال عبد الناصر بيزيد بشكل تدريجي، ومع الوقت بدا مجلس قياده الثوره يمسك ملفات الدوله واحد ورا الثاني. اول قرار كبير كان الاصلاح الزراعي. في سبتمبر 52 صدر واحد من اهم القرارات في تاريخ مصر الحديث، وهو قانون الاصلاح الزراعي. وقتها كانت مساحات ضخمه جدا من الاراضي الزراعيه متركزه في ايد عدد محدود من كبار الملاك، في حين ان ملايين الفلاحين كانوا بيشتغلوا في الارض من غير ما يمتلكوا منها حاجه تقريبا. القانون الجديد حط حدود لحجم الملكيه الزراعيه، وفتح الباب لاعاده توزيع جزء من الاراضي على فلاحين اقل حظا. انصار القرار شافوه خطوه تاريخيه لتحقيق قدر اكبر من العداله الاجتماعيه، اما منتقدين القرار فكانوا شايفين ان نتيجته وتعقيداته اكبر من الصوره البسيطه اللي اتقدمت وقتها. لكن بغض النظر عن الجدل، كان واضح ان الدوله الجديده بدات تدخل بشكل مباشر لاعاده تشكيل المجتمع، وده كان مؤشر مهم من الامور رايحه لابعد من مجرد تغيير ملك بملك. في الشهور اللي بعد كده بدات العلاقه بين مجلس قياده الثوره والاحزاب السياسيه القديمه تبقى اكثر توترا. الضباط كانوا شايفين ان جزء كبير من الاحزاب فقد ثقه الشارع، وان النظام الحزبي القديم مسؤول عن جزء كبير من الازمات اللي وصلت فيها البلاد. وفي المقابل كانت احزاب كتيره شايفه ان العسكريين لازم يحددوا ميعاد واضح للعوده للدستور، لكن الخلاف كان بيزيد لحد ما وصل الامر في النهايه الى حل الاحزاب السياسيه. وبكده دخلت مرحله جديده، مرحله بقت فيها السلطه مركزه بشكل اكبر في ايد مجلس قياده الثوره. خلال الشهور دي ما كانش تغيير سياسي بس، بدات عمليه واسعه لاعاده ترتيب مؤسسات الدوله، تغيرات في الاداره وتغيرات في مواقع المسؤولين وتغيرات في موازين القوى داخل اجهزه الحكم. ومع كل قرار جديد كان نفوذ مجلس قياده الثوره بيزيد، وكانت قدره القوى السياسيه التقليديه على التاثير بتقل. وبالتدريج بدات مصر تنتقل من نظام ملكي تعددي فيه احزاب وصراعات سياسيه مختلفه الى نظام جديد بيتشكل تحت اشراف مجلس قياده الثوره. على الورق لسه في ملك اسمه احمد فؤاد الثاني، ولسه في مجلس وصايه، لكن في الواقع الجميع كان عارف ان السلطه الحقيقيه موجوده في مكان تاني داخل اجتماعات مجلس قياده الثوره. وهنا بدا يظهر سؤال مهم جدا: لو الضباط كانوا ناويين يرجعوا للجيش بعد اداء مهمتهم، ليه كانوا بيوسعوا نفوذهم بالشكل ده؟ وليه كانوا بيدخلوا في ملفات سياسيه واقتصاديه تخص المجتمع؟ وليه كانوا بيعيدوا تشكيل مؤسسات الدوله من الاساس؟ اسئله بدات تطرحها شخصيات سياسيه كتيره وقتها، لكن الاجابه كانت هتظهر تدريجيا خلال الشهور اللي بعد كده، لان المجلس ما كانش بيتصرف كجهه عند سوره الاجل، كان بيتصرف كسلطه بتبني نظام جديد بالكامل اقرب. ومع اقتراب منتصف سنه 53 بدات الصوره تبقى اوضح، والنظام الملكي بقى موجود على الورق بس، ومجلس الثوره بقى هو صاحب القرار الحقيقي. والمسافه بين مصر والملكيه كانت بتكبر يوم بعد يوم لحد ما وصلنا للحظه اللي هتنهي الجدل كله، لحظه اعلان الجمهوريه رسميا والغاء الملكيه بشكل نهائي بعد ما استمرت في مصر لما يقارب قرن ونص. هل الضباط كانوا ناويين يرجعوا للجيش بعد نجاح الحركه، ولا كانوا في البدايه بيجهزوا نفسهم لحكم مصر؟ في 18 يونيو 53 بعد شهور طويله من التغيرات، وبعد ما السلطه الحقيقيه اتنقلت تدريجيا من القصر الملكي الى مجلس قياده الثوره، وصلت مصر للحظه اللي كان واضح انها جايه من اول يوم في يوليو 52، لحظه حسم مصير النظام الملكي بشكل نهائي. من يوم ما الملك فاروق غادر مصر على متن اليخت المحروسه، والملكيه كانت موجوده رسميا على الورق، لكن على ارض الواقع الامور كانت مختلفه تماما. الملك الجديد احمد فؤاد الثاني كان طفل رضيع، ومجلس الوصايه ما كانش هو اللي بيدير البلاد فعلا، اما السلطه الحقيقيه فكانت في ايد مجلس قياده الثوره. ومع مرور الشهور بدا يوضح ان النظام القديم خلاص فقد كل ادواته، وان بقاء الملكيه بشكلها الشكلي ما بقاش له معنى سياسي حقيقي. وفي 18 يونيو سنه 53 صدر القرار المنتظر، قرار الغاء النظام الملكي رسميا. وبالغاء الملكيه انتهى فصل
فصل استمر حوالي 148 سنة من تاريخ مصر. فصل بدأ من سنة 1805 مع محمد علي باشا، ومر خلاله على مصر حكام كتير: محمد علي وابراهيم باشا وعباس حلمي الأول وسعيد باشا والخديوي إسماعيل والخديوي توفيق وعباس حلمي الثاني والسلطان حسين كامل والملك فؤاد الأول وأخيرا الملك فاروق. أجيال كاملة من الحكام انتهت رسميا في اليوم ده، لكن القرار ما كانش مجرد إلغاء ملكية، كان في خطوة أكبر في نفس اليوم: إعلان قيام جمهورية مصر العربية. والأول مرة في تاريخ مصر الحديث أصبحت الدولة المصرية جمهورية بدل ما تكون ملكية، وكان لازم يبقى في رئيس الدولة الجديدة. وهنا وقع الاختيار على اللواء محمد نجيب ليصبح أول رئيس لجمهورية مصر. وبالنسبة لكتير من المصريين وقتها كان اختيار منطقي. محمد نجيب كان الوجه الأشهر لحركة يوليو وصاحب الشعبية الأكبر داخل الجيش وخارجه، والراجل اللي ارتبط اسمه بنجاح الحركة من أول أيامها. وفي لحظة تاريخية أصبح أول رئيس للجمهورية المصرية. لكن لو كان البعض بيعتقد إن القصة انتهت هنا، فالحقيقة كانت عكس كده تماما، لأن إعلان الجمهورية ما كانش نهاية الأحداث، دي كانت بداية مرحلة جديدة بالكامل، مرحلة هتشهد صراعات سياسية كبيرة ومعارك على السلطة وخلافات جوه مجلس قيادة الثورة نفسه. وفي الوقت اللي كان فيه محمد نجيب بيتولى منصب رئيس الجمهورية، كان فيه اسم تاني نفوذه بيزيد يوم بعد يوم، اسم هيصبح بعد سنوات قليلة الرجل الأقوى في مصر: جمال عبد الناصر. وهنا بدأت المفارقة. الراجل اللي بقى أول رئيس للجمهورية مش هو اللي هيستمر في حكمها، والراجل اللي كان بيعمل بعيد عن الأضواء في بداية الحركة هيبقى بعد كده الشخصية الأكثر تأثيرا في تاريخ الجمهورية الجديدة. لكن مهما كانت الأحداث اللي هتيجي بعد كده، فإن يوم 18 يونيو 53 فضل يوم فارق في تاريخ مصر، اليوم اللي انتهت فيه الملكية رسميا، واليوم اللي اتولدت فيه الجمهورية المصرية، اليوم اللي بدأت فيه مرحلة جديدة ما زالت أثارها ممتدة لحد النهاردة، مرحلة غيرت شكل السياسة وشكل الدولة وشكل العلاقة بين السلطة والمجتمع، وأعادت رسم مستقبل مصر لعقود طويلة. هل الثورة انتهت هنا، ولا كانت دي مجرد بداية لفصل جديد من الصراع على السلطة داخل النظام الجديد؟ الحقيقة إن أخطر صراع في القصة كلها ما كانش بين الملك وضباط الأحرار، وما كانش بين القصر والجيش. الصراع الحقيقي كان لسه بيتشكل جوه النظام الجديد نفسه. في الواجهة كان محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر، والوجه الأشهر لثورة يوليو، كان الراجل اللي عرف المصريين كبطل عسكري وقائد للحركة. لكن خلف المشهد كان في مركز قوة تاني بيكبر يوم بعد يوم: جمال عبد الناصر، الضابط اللي قاد التنظيم من سنوات، والراجل اللي كان بيمسك بخيوط كتير داخل مجلس قيادة الثورة. ومع مرور الوقت بدأت تظهر اختلافات حقيقية بين الراجلين، اختلافات مش على أشخاص لكن على مستقبل مصر نفسه. محمد نجيب كان شايف إن المرحلة الانتقالية لازم يكون ليها نهاية، وإن البلد لازم ترجع تدريجيا للحياة النيابية وترجع الأحزاب ويبقى في دور أكبر للمؤسسات المدنية. أما قطاع مهم داخل مجلس قيادة الثورة وعلى رأسه جمال عبد الناصر، فكان شايف إن الثورة لسه ما حققتش أهدافها بالكامل، وإن الرجوع السريع للنظام السياسي القديم ممكن يضيع كل اللي حصل. في البداية الخلافات دي ما كانتش ظاهرة للناس، لكن جوه الاجتماعات وجوه مجلس قيادة الثورة كانت المشكلة بتكبر يوم بعد يوم: مين صاحب القرار الحقيقي، الرئيس ولا مجلس قيادة الثورة؟ ومين بيحدد شكل الدولة الجديدة؟ ومين يملك الشرعية؟ الأسئلة دي بدأت تتحول من نقاشات سياسية إلى صراع على السلطة نفسه، صراع هيهز النظام الجديد من جواه وهيغير مصير شخصيات كانت واقفة جنب بعض قبل شهور قليلة. ومع نهاية سنة 53 كان واضح إن المعركة اللي أسقطت الملكية انتهت، لكن معركة جديدة بدأت، معركة مش بين ملك وثوار لكن بين رفاق الأمس أنفسهم. الملك سقط، لكن المعركة الحقيقية لسه ما بدأتش. جوه النظام الجديد كان في صراع بيتشكل بين أول رئيس للجمهورية والراجل اللي هيحكم مصر لسنين طويلة. في الحلقة الجاية هنتكلم إزاي أول رئيس جمهورية خسر للسلطة، وإزاي تحول التحالف اللي أسقط الملكية لصراع على حكم مصر، وإزاي خرج محمد نجيب من المشهد في الوقت اللي كان فيه نجم جمال عبد الناصر بيصعد بسرعة. دي حكاية الحلقة الجاية من سلسلة الجمهورية المصرية. استنونا في الحلقة اللي جاية، وما تنسوش تشوفوا الحلقة اللي فاتت وتعملوا لنا لايك وتشترك في القناة علشان تشوفوا الحلقات اللي جاية، واستنونا في بقية السلسلة، سلسلة الجمهورية المصرية.